بدلا من سعد عبد الأمير في تشكيلة منتخبنا الوطني تبديل في منتصف الميدان. لا زال يلعب ب4 مدافعين و4 في الوسط ومهاجمين 2، لكن هناك كثافة عددية أثناء الهجمة لمنتخبنا الوطني. محمد قابل متقدم، أمجد راضي متقدم، كرة ملعوبة هذه لكن يخلصها الحارس اليمني. من جديد ما زلنا متفائلين في الشوط الثاني. المشاهد أهداف الأجواء العراقية، محاولة خطأ، جول! هي جول سامال سعيد يسجل هدف التعديل في الدقيقة 49 من زمن الشوط الثاني لهذه المباراة. جول عراقي جميل، هي جول من البداية رايحة بالجول. أحمد الناجد لعبها إلى سامال سعيد. شوف الفرحة العراقية والفرحة العراقية المتواصلة في مدينة القويسمة الأردنية. الكل يفرح والكل يشجع ويوازر ويساند. هذا هو الاندفاع العراقي في الشوط الثاني. فعل سامال سعيد كما فعل في اللقاء الودي السابق مع المنتخب العماني عندما سجل هدف التعديل. نتمنى تكرار نفس السيناريو، كنا متخلفين بهدف لكن عادلنا عبر اللاعب سامال سعيد مع المنتخب العماني ثم فزنا بالثلاثة. في حين سجل نشأة تكرم الهدف الثاني وسجل اللاعب أحمد الناجد الهدف الثالث، وهنا يصنع الكرة إلى سامال سعيد برأسية عراقية جميلة. برافو يا شباب. الشوط الثاني العراقي شكل ثاني. شوف الرأسية، شوف المحاولة والفرحة بين سامال وسامر في الشوط الثاني من هذه المباراة. بداية لمصلحة منتخبنا الوطني. عوار ملا محمد الى نشأة تكرم، خطوة هذه هي جول خطوة، الله وما زال جول، الله يخلصها الحارس والمدافع اليمني. فرصة سهلة لمنتخبنا الوطني. خطوة هذه ما زالت خطوة، جول. هوار يتخذ القرار وينجح في الاختبار وينضم الى قائمة الكبار ويسجل الجول العراقي الثاني برأسية عراقية. اليوم كلها رأسيات عراقيات في الشباك اليمنية. الهدف الثاني هوار يتخذ القرار وينجح في الاختبار وينضم الى قائمة الكبار ويسجل ثاني الاهداف والاجوال العراقية. الان الفريق العراقي في افضل الصورة. عاد الايام الجميلة في عام 2007 وايام كأس القارات من خلال المناولات ومن ثم نقل الكرة موجود في العاصمة الأردنية عمان. شوف الإعادة، شوف اللقطة، رايحة بالجول من البداية. جول كلش حلو هذا الجول للاعب هوار ملا محمد يسجل البصمة التهديفية الثانية لمنتخبنا الوطني العراقي في شباك المنتخب اليمني. يلا يا شباب خلي التاريخ الزميل ليث العتابي على نقل مجريات هذا الشوط. فوز باهت للمنتخب العراقي رغم قلب الطاولة على المنتخب اليمني في مجريات الشوط الثاني. كيف تقيم كابتن طالب بأقل من نصف دقيقة مجريات الشوط الثاني والفوز هذا الباهت على المنتخب اليمني؟ مبروك للفريق العراقي الفوز، وشرف للكرة اليمنية يخسر أمام الفريق العراقي 2-1. شكرا جزيلا.